في 30 إبريل 1989 رعايا كنيسة أوليف برانش كانوا منتظرين بفارغ الصبر بداية المراسيم الرسولية، لكن القس روبرت ما ظهرش في ميعاده، وكمان أفراد عيلته ما كانوش موجودين في أماكنهم المعتادة. لما راحوا يطمنوا على الأسرة في البيت لقوه هو ومراته و2 من بناتها غرقانين في بركة دم، والشرطة لما دورت اكتشفت إن جيف بيلي ما كانش موجود، عشان تبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. جيف كان معروف عنه إنه بتاع مشاكل. المراهق اللي عنده 17 سنة قبلها بفترة صغيرة اتهموه بتهمة سطو، ونتيجة لكده أبوه حبسه في البيت في نفس الوقت اللي كان فيه حفلة تخرجه. بالنسبة للشرطة ده كان دافع واضح وأكيد يخلي جيف هو المشتبه فيه الأول في الجريمة. لما الشرطة قبضت على جيف تاني يوم في منتزه ترفيهي كان في رحلة ليه مع المدرسة، لقوه لابس أحسن بدلة عنده وبيحتفل مع أصحابه ولا كأن في أي حاجة حصلت الليلة اللي قبلها. لكن في النهاية اتوجه له تهمة قتل 4 أفراد من عيلته، بس لسه في أسئلة كتير حوالين إذا كان جيف فعلا هو اللي ارتكب الجريمة دي. اتولد جيف في عيلة متدينة. أبوه وأمه إيفا اتقابلوا في الجامعة في الستينات واتجوزوا سنة 1970، وبعدها بسنة خلفوا جيف، وبعدها ب5 سنين أخته جاكي. وعلى الرغم من إن التركيز الأساسي لروبرت في حياته كان على تدينه وعلى شغل الكنيسة، إلا إن الراجل اشتغل في وظيفة مربحة جدا في برمجة الكمبيوتر سنة 1980، والفرصة دي خدت العيلة لكيب كورال في ولاية فلوريدا، وهناك اتشخصت مراته إيفا بسرطان الجلد سنة 1984 وماتت بعدها بشهور قليلة في سن 34 بعد ما رفضت العلاج. وقتها منع روبرت ابنه جيف وبنته جاكي من البكاء على أمهم اللي توفى، وده لأنه كان شخص صارم جدا وشايف إن تعبير عن المشاعر زي الحزن أو الغضب يعتبر ضد إيمانه وتدينه. وبعد كام شهر من وفاتها اتعرف روبرت على دون هوبر، الست اللي كان عندها 28 سنة وفقدت جوزها من وقت قريب، واتجوزوا في نهاية 1985. واتعرف جيف وجاكي على بنات هوبر ال3، جيسيكا اللي كان عندها 5 سنين، جانيل 3 سنين، وجولين 2 سنين. وفي سنة 86 روبرت انتقل بعيلته الجديدة لليكفيل عشان يكون مسؤول عن كنيسة أوليف برانش اللي بترعى أكتر من 100 مسيحي متدين. لكن في الوقت ده الأمور في البيت ما كانتش أحسن حاجة. المحقق مارك سنتر قال في تقريره إن كان في حالة من التوتر الكبير بين جيف وروبرت، وإن كان في شهادات من الجيران عن وجود حالة من العنف الأسري لما روبرت ضرب جيف، ولكنهم شهدوا إن ده برضه حصل لمرة واحدة. لكن غير كده عاشت عيلة بيلي في البيت الملحق بالكنيسة لحد أوائل سنة 89 في سلام. لكن في الوقت ده اتقبض على جيف بتهمة سرقة سيديهات وفلوس من بيت قريب منهم، وكرد فعل أبوه حبسه في البيت ومنعه من الخروج تماما. وهنا بدأت الأمور تاخد شكل تاني خالص، لأن الفترة دي كانت مهمة بشكل خاص جدا عند جيف. حدث بيستمر لمدة يومين، حفلة يوم السبت 29 ورحلة المتنزه جريت أمريكا يوم الحد 30. مارك سنتر افترض في تقريره إن جيف كان غضبان ومحبط جدا بسبب قرار أبوه، وكرد فعل رد بأكتر طريقة عنيفة لا يمكن حد يتصورها. وقال إن جيف حضر حفلة تخرجه بعد ما أطلق النار على أبوه ومراته و2 من بناتها. بعد غياب روبرت عن خدمة يوم الحد في الكنيسة الساعة 9 الصبح، واحد من المعاونين بتوعه راح وخبط على البيت، لكن محدش رد. دور على المفتاح الاحتياطي ولقاه، ولما فتح الباب أول حاجة شافها كانت نظارة روبرت واقعة على الأرض وسط بركة دم، وبعدين شاف جثته. لما الشرطة وصلت لقوا دون كانت ميتة وهي حضنة 2 من بناتها وهم ميتين. المحقق مارك سنتر قال ما كانش لازم حد يشوف اللي شفناه في بيت روبرت اليوم ده، ما كانش باين انه سطو، ما كانش باين أي آثار اقتحام. المحقق شفت أسوأ ما يمكن إنك تشوفه، لكن كان عندنا شغل وكان لازم نبدأ ندور على المشتبه فيهم، جاكي وجيسيكا وجيف، وده لأنهم الوحيدين اللي نجوا من المجزرة. وعلى طول الشرطة بدأت تعمل تحريات عن حجج غيابهم. جاكي كانت بره البلد بتزور واحدة صاحبتها، أما جيسيكا فكانت بايتة مع مجموعة من صحابها في بيت واحدة منهم. لكن جيف كان هو الوحيد اللي موجود في المدينة، وكان غضبه ناحية تصرف أبوه واضح، وده اللي خلاه يبقى المشتبه الأول في القضية. الشرطة استجوبت جيف لما قبضوا عليه في متنزه جريت أمريكا تاني يوم الحفلة. لما سألوه عن دون زوجة أبوه قال ما كناش متوافقين، لكن ما كانش فيه بينا مشاكل، ما كانش فيه مجال كبير للكلام، وكنا يعني عايشين وبنستحمل بعض. لحد دلوقتي برضه مفيش دليل واضح وأكيد على إن جيف هو المسؤول عن الجريمة، أصل من غير سلاح جريمة أو أدلة جنائية أو شهود القضية ضد جيف هتبقى ضعيفة. المحققين كانوا معتمدين على أدلة ظرفية وتوقيتات الأحداث. على حسب كلام المدعي العام
قال إن النافذة الزمنية المتاحة لتنفيذ الجريمة كانت وقت قليل جدا، بشكل ما يسمحش لأي شخص غريب عن البيت إنه يقوم بيها. ومع عدم وجود آثار اقتحام، اتأكدوا إن الجاني كان فرد من أفراد البيت. كانت نظرية الادعاء كالآتي: بعد ما استخدم جيف بندقية قديمة كانت موجودة في بيت العيلة عشان يقتل الضحايا الأربعة، غسل هدومه ونظف المكان من آثار الدم، ودخل خد دش ونزل ساق عربيته وراح لحد بيت صاحبته عشان ياخدها ويروح حفلة التخرج. بس برضه ما كانش فيه أدلة كافية لاتهامه، وفضلت القضية مقفولة لحد سنة 2002 لما توجه له تهم بقتل 4 أفراد من عيلته لما كان وصل لسن 38 سنة بعد 17 سنة من ارتكاب الجريمة. وقتها كان جيف رب أسرة جديد وبيشتغل كمستشار لشركة IBM. بدأت محاكمته في 2006، لكن الغريب إن المحققين اعتمدوا في الاتهام على نفس الأدلة الظرفية والجدول الزمني اللي اعتمدوا عليه في الثمانينات. محامي الدفاع اعتبر ده سبب غير كافي لفتح القضية، وقال إن في شهود كتير قالوا إن جيف الليلة اللي قبلها كان بيحتفل مع أصحابه وبيستمتع معاهم زيه زي كل اللي موجودين، بشكل مش منطقي يكون مناسب لحد قتل عيلته. ما كانش شيء مقبول للعقل إنه يقتلهم وبعدين يخرج ويحتفل بالشكل ده. لكن هيئة المحلفين لقت إن جيف مذنب في كل الضحايا واتحكم عليه ب160 سنة غير قابلة للإفراج. لكن على الرغم من كده، من الواضح إن كان في ناس مؤمنين ببراءة جيف. محامية اسمها فرانسيس واتسون من مكتب ماكيني لطلبات البراءة اتقدمت بطلب اسمه Post Conviction Relief، وهو فرصة للطعن في الإدانة أو مدة الحكم من خلال تقديم أدلة جديدة أو مناقشة الأخطاء اللي تمت أثناء المحاكمة. كان أساس إعادة الطلب هو اختبار اليومينول، وده مادة بيستخدمها الطب الشرعي وبتدي وميض أزرق لو لمست الدم. المحامية طلبت إجراء اختبار على الغسالة الموجود في بيت العيلة لإثبات هل هو فعلا حاول ينظف المكان بعد ارتكاب الجريمة أو لا. والحقيقة إن نتائج الاختبار ما حددتش وجود دم أو حتى مسحوق أو استخدام الغسالة في اليوم ده. أصرت المحامية إن الادعاء اللي قال إن جيف غسل هدومه عشان يتخلص من آثار الدم أوهم هيئة المحلفين بشكل غير عادل أثناء المحاكمة. ده غير إن كان في شهادة كمان مريبة ما تمش إضافتها للأدلة. الشرطة كانت خدت شهادة ست اسمها توني بيلر، وفي الشهادة دي قالت حاجة غريبة. قالت إن روبرت كان ليه تعاملات مالية مشبوهة في فلوريدا، وإنه كان ذكر أكتر من مرة إنه خايف يتقتل على إيد حد من عملائه. ومع ذلك الشهادة دي لم يتم إضافتها للأدلة. لكن لحد دلوقتي جيف اللي عمره 38 سنة لسه بيقضي عقوبته بتهمة قتل 4 من أفراد عيلته لما كان مراهق سنة 89. تفتكروا الأدلة اللي سمعتوها كانت فعلا كافية لإدانة جيف بقتل عيلته؟ بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.